مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات بيت العيله. النهارده يوم الاربع مجموعه من الفقرات بنتمنى ان شاء الله انها تعجب حضراتكم. اولها فقرتنا الثابته فقره الاخبار واللي بنستعرض فيها اهم الاخبار والاحداث ليومنا النهارده. بيسعدني يكون معايا ضيفي المحلل لاخبار اليوم الاستاذ محمد ابراهيم الصحفي في اليوم السابع. اهلا بيك يا استاذ محمد، شرفتنا. اول خبر معانا صحيفة اسبانية بتقول السيسي استطاع الحفاظ على علاقات مصر بالمكسيك رغم حادث الواحات. سلطت صحيفة الاوكونيستا الضوء على تعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره المكسيكي انريكي بينا في وفاة عدد من السياح المكسيكيين في منطقة الواحات في الصحراء الغربية أمس الثلاثاء. وقالت أن السيسي استطاع الحفاظ على علاقة مصر بالمكسيك بعد هذا الحادث الذي وصفته الصحيفة بالحادث المأساوي. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أكد لنينيتو أنه سيتابع بنفسه التحقيقات في هذا الحادث، مما جعل الرئيس المكسيكي يعرب له عن تقديره وشكره لاهتمامه الذي أبداه بهذا الحادث. أيضا شدد السيسي على أن اعتزازه بالصداقة التاريخية والوثيقة التي تجمع البلدين والحرص على تعزيزها في المرحلة المقبلة. أكد السيسي أيضا أن مصر تقوم بتقديم كل أشكال العون والرعاية والمساعدة لضمان توفير العلاج للمصابين فضلا عن الوقوف إلى جانب أسر الضحايا. خليني أخذ رأيك فيما تم اليوم من استعراض لهذا الحادث في الصحافة المكسيكية وردود الأفعال أيضا المكسيكية والمصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مبدئيا زي ما حضرتك الخبر عندك ذكر، بالفعل رئاسة الجمهورية على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع حادث الواحات بنفسه على أعلى مستوى، يعني تقريبا حوالي 8 جهات بتحقق في الموضوع. بس خلينا ممكن يعني ايه نوضح للناس لان في ناس كتير مش فاهمه ملابسات الحادث وصوله للمرحله دي ازاي، وايه ممكن مين اللي ممكن يكون تسبب في هذه المصيبه يعني. تمام. بدايه الواقعه كان في وفد، في مجموعه سياح مكسيكيين فوق وصلوا لفندق معين في شارع الهرم. في شركة سياحية تعاقدت معاهم على أساس إن هم تعمل لهم برنامج ترفيهي سياحي على مدار من يوم 11 منذ وصولهم لغاية يوم 25 الشهر ده. بالفعل بدأوا هم زاروا الأهرامات وخان الخليلي وبسطوا جدا وصوتوا الضوء. وبعد كده المفترض إن كان يوم 13 هيطلعوا على الواحات البحرية، هيقعدوا هناك في فندق لمدة يومين. في الفوج طبعا المفترض في القانون ان شركة السياحة تخطر وزارة السياحة ببرنامج الفوج الرحلة. طبعا صحيح. ده ما تمش، تم اختار شرطة السياحة فقط. بس هم ليه بيقولوا انهم اختاروا انهم 10 وهم انا 16؟ هاجي اقول لحضرتك انا هاجي اقول لحضرتك على الموضوع ده دلوقتي. هم اختاروا، المفترض يتم اختار في القانون بقى القانون المفترض ان يتم اختار وزارة السياحة مش شرطة السياحة. بالرغم من كده اختاروا شرطة السياحة واختاروا البرنامج ما فيهوش اي حاجة تدل على مثلا رحلة سفاري او صحراء او اي من الكلام ده كله خالص، ما فيش اطلاقا. والا عشان المفترض شركة السياحة المفترض شرطة السياحة بتراجع البرنامج. لو في مثلا صحراء ان هم يعني كان ينتهوا هيدخلوا الصحراء المكان اللي هم تم ضربهم يبقى في اماكن محدده كان هيتم يقول له لا البرنامج ده ممنوع. المهم طلعوا الساعه 8 صباحا ب4 عربيات دفع رباعي، 2 منهم سياحيه و2 مش سياحيين. طبعا اختار كان بوجود 10 مكسيكيين. فشركه السياحه والمرشد زودوا العدد ل 15 فرد. وهم خارجين كمان جات لهم فتاة أمريكية مش موجودة على مش مذكورة أصلا، مش مذكورة أصلا ومجهولة. يعني هي فالأمين الشرطة أو عنصر التأمين فبيقول له مين دي، فقال له دي معانا وما تقلقش وتمام يعني. ومترجمة.
فركبوا العربيات وهم خرجوا، وصلوا لمنطقه ريست في نص الطريق. تمام مفيش مشاكل. فامين الشرطه او عنصر التامين بيسال المرشد بيقول له انت هتعمل ايه بعد كده في الطريق عشان الطريق مسافه طويله. فقال له والله انا هغديهم ويقضوا حاجاتهم يعني في الصحراء، لان برضو للاسف مفيش كمان خدمات تانية على الطريق ده. فقال له لا، لو هتعمل كده يبقى اخرك 5 متر من الطريق. فقال له ماشي حاضر، وابدا التزامه ان هو هيلتزم بده. عنصر التامين بيبقى في اخر العربيه عشان يبقى كل العربيات موجوده قدامه. في شخص اسمه عوض الله يرحمه يعني، تمام. وهم ماشيين في الطريق، فمره واحده راح عوض ده اللي هو من الواحات دخل جوه الصحراء في المنطقه المحظوره لمسافه من 2 ل 3 كيلو. فعنصر التامين طبعا في اخر العربيه ومعاه سواق. فطبعا حضرتك لما بتدخلي جوه الصحراء تبدا الرمال والتربه يبقى فيها نوع من الغباره يعني كده، تمام. فهم ماشيين دخلوا جوه، على ما عنصر التامين بيحاول يتصل بالشخص اللي اول واحد. فطبعا ما فيش شبكه، وعلى ما وصل له ليهم وقفوا في نص الصحراء على مسافه 2 كيلو 3 كيلو من الطريق الرئيسي بتاعهم. واول ما جاي ينزل لقيهم طبعا فرشين، ومسافه يعني اقل من دقيقتين بالظبط كان في قصف على السيارات. يعني كان واضح جدا كان مستهدف السيارات، لان كان قبل وصول الناس دي بالصدفه. بس يمكن الكلام ده يعني غير مؤكد لان لسه التحقيقات لا 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 دي تقارير رسميه. انا بحكي لك من واقع التقارير الرسميه. وانا اشتغلت في القضيه بنفسي يعني، من واقع التقارير الرسميه جدا. ودي القصه الحقيقيه واللي بتحقق فيها النيابه. طيب خلينا نروح للخبر الثاني بما ان الموضوع لسه ما زال محل تحقيق. وخبرنا الثاني من التجنيد، مدير التجنيد سنة زيادة لمن يتخلف عن التقدم للخدمة العسكرية في موعده. أكد اللواء محي الدين عبد العليم مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة أن الطالب الذي يتخلف عن تقديم نفسه للخدمة العسكرية في منطقة التجنيد التابع لها في المواعيد المحددة يتم إضافة سنة زيادة لخدمة مدة خدمته بالقوات المسلحة قابلة للرفع في حالة التخلف لأكثر من دفعة، داعيا شباب التجنيد إلى ضرورة الالتزام بمواعيد التقدم للخدمة العسكرية ومتابعة مواقفهم مع مكاتب التجنيد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية. أوضح أيضا عبد العليم على هامش إعلان قبول دفعة جديدة من المجندين دفعة يناير 2016 أن طلبة المعاهد والجامعات الباقين لدور أغسطس لهم أن يحصلوا على شهادات التخرج الخاصة بهم، وبعدها يتم تحديد موقفهم وفقا لشهور ميلادهم، لافتا إلى أن الطالب الباقي لدور أغسطس لا يعتبر متخلفا عن أداء الخدمة العسكرية، ويتم تكييف أوضاعه عقب حصوله على شهادة التخرج مباشرة بعد التقدم لمنطقة التجنيد التابع له. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام، انا دخلت الجيش فانا هشرح لك الموضوع. هو حضرتك دلوقتي انا تخرجت من كليتي او المعهد بتاعي، او حصلت على دبلوم، تمام، او ما حصلتش على دبلوم. يعني في 3 مراحل، 3 شرايح من الموضوع. يا اما امي، يا اما حاصل على دبلوم او ثانويه، يا اما حاصل على كلية او معهد معتمد. تمام. فبعد كده حضرتك بروح المفترض ان انا اقدم في التجنيد، تمام، ادي لهم الورق بتاعي، شهادة التخرج والاوراق الخاصة بيا. بيبداوا كل طبعا اليوم ده بيبقى يوم، الشهر ده بيبقى شهر كله، الناس كلها بتبقى كله بيقدم في حسب تاريخ الميلاد. يعني انا مثلا 1/9، فكل زمايلي المواليد اللي 1/9 بيكونوا موجودين في الوقت ده. تمام. بيبداوا يشوفوا الورق، هل مثلا الشخص ده بيبداوا يفرزوا الورق، هل ده متخلف عن دوره. يعني حضرتك مثلا دي دفعه 87،
هتدخل دلوقتي او دفعه 88. مم. ففوجئ ففي فرز في الفرز الورق بيلاقوا مثلا حد قبل السنه بتاعته، مم. قبل السنه قبل السنه بتاعته ان هو تخلف عن الدور اللي هو المفترض كان يجي يعني فيه. هو راح بعد سنة. راح بعد سنه. راح بعد سنه، فبالتالي ده يتم زياده سنه ليه. بس ده ما كانش حاصل بس قبل غير كده. قابله. لا صح؟ هو كان حاصل طبعا، كان حاصل، بس لا هو ما كانش دلوقتي حاصل ان بيتم ان هو ياخد سنة زيادة. كان ممكن يبقى ياخد شهرين او 3 شهور بالكتير. تمام. يعني تم تغليظ بس العقوبة. دي سنه غير قابله للرفع. في مرحله تانية قابله للرفع لو اكتر من سنة. لو اكتر من سنه ممكن ده سنه واكبر قابله للرفع. ممكن كمان التجنيد بيبدا يشوف حسب ظروف الورق والحال. ممكن طبعا يستثنى من السنه دي اذا جاب مثلا ما يفيد بان هو كان عنده ظروف معينه او ظروف مرضيه او سفر يعني. او اي حاجه قهريه، وان هو يعني حسن النية في الموضوع. لكن شخص هو تعمد ان هو ما يروحش التجنيد في وقته او موعده، بس حضرتك يعني كيف ترى هذا القرار؟ مفيد ام غير مفيد؟ طبعا قرار مفيد. لان حضرتك يعني خدمه التجنيد دي خدمه وطنيه وواجب وطني. طبعا. اي حد مفترض يعني حضرتك لو انا ما اديتش، يعني انا على طول الناس بتطالب بحقوقها من البلد. طيب البلد محتاجاني في حاجه زي كده، خاصه مع محاربه الارهاب وفي الظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها دي. فده بالعكس، ده لو انا مش في التجنيد والبلد طلبت شباب، لا المفترض في الناس ناس كتير قوي راحوا متطوعين. طبعا في السكة الحديد بتعلن الطوارئ استعدادا للعيد وتوفير مقاعد بالقطارات الإضافية. أكد اللواء أحمد حامد رئيس هيئة السكك الحديدية رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى المبارك وإلغاء الأجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات. قال رئيس هيئة السكة الحديد أن العمل مستمر طوال أيام العيد، وأنه يشرف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية والتأكد من تقديم خدمة مميزة للجمهور. أضاف أيضا رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة نجحت هذا العام في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء. أفاد رئيس هيئة السكة الحديد لافتا أنه سوف يبدأ اعتبارا من غد الخميس تشغيل عدد 30 قطار إضافي يوميا في الاتجاهين، منهم 10 قطارات مكيفة وعدد 8 قطارات مميزة لأهالي النوبة، وستستمر في العمل حتى يوم 2 من أكتوبر. يمكن دايما الشكوى المستمرة في الأعياد من السكة الحديد. تصريحات كل سنة. لا جديد. منظومة يعني خلينا نعترف طبعا بأخطائنا. منظومة مش منظومة فاشلة. في سوق سوداء ومحدش عارف للتذاكر. ما في سوق سوداء. حضرتك لو رحت دلوقتي لشباك التذاكر هتلاقي ناس كتير جدا، مفيش نظام. وهتلاقي ناس واقفه هتلاقي طبعا بتدخل هنا عمليه يعني. لا انا بس بطالب ان في اي دوله ان يكون في سوق سوداء للتذاكر. يعني دي غريبه جدا. انا هدفع فلوس عشان اركب قطر هيوصلني او مواصله. عايز افهم لا ايه مرحله. هدفع فلوس عشان ادفع فلوس تاني عشان مواصله. يعني طب ليه يبقى فيها سوق سوداء؟ هل انا هاخد حاجه مش من حقي؟ يعني انا حضرتك من الصعيد، ما بسافرش بالقطر دلوقتي، اني عارف ان في صعوبه في التذاكر. حتى لو انا هعرف اجيب تذاكر، بس انا بحس طالما ان انا هعمل تليفون هنا وعشان اجيب تذكره. طب وليه المرحله يعني هتبذل مجهود؟ هبذل مجهود طبعا ببذل مجهود. تقصد في الاعياد بس ولا بشكل عام؟ بشكل عام ببذل مجهود. معقول؟ عشان اجيب تذكره لازم اجيبها قبلها ب 15 يوم. ليه؟ طب نفرض انا في حاله طارئه، تمام، او اركب الطوارئ ده بيقولوا قبلها بساعه. بروح يا لقيت تذاكر يا ما لقيتش. بيركبوا كده ايه يعني قطر عربه زياده على القطر اسمها الطوارئ، بتبقى اخر عربيه. انت فاهمه ازاي؟ لكن بتحصل طبعا مساوئ، وبتحصل المفترض يعني انا بطالب ان النيابه الاداريه وهيئه الرقابه الاداريه بان هي تحقق في منظومه الموجوده في التذاكر القطر. طب تزويد عدد القطارات اللي بيقول عليها رئيس الهيئه ما تحلش لو المشكله؟ زود كمان ضعف ده مش هزود، لان حضرتك طالما اساس المشكله موجوده. غير كده وكده التعداد بتاع المواطنين. صعب ان يكون في امن واقف يقبض على اي حد بيبيع تذاكر جوه المحطه. المفترض ان ده يتم. المفترض ان ده يتم يعني. ومش صعب.
ومش صعب، بس بقولك المنظومه نفسها عايزه يعني يتم هدمها واعاده تشكيلها وتخطيطها تاني. ازاي نقضي على موضوع السوق السوداء؟ يعني حضرتك شوف من امتى كل سنه، حضرتك ما بتسمعش كل سنه اقول لك تذاكر سوداء، تذاكر سوق السوداء في موضوع التذاكر القطارات، صحيح. صعوبه حصول القطارات، زحام وتكدس على التذاكر. صحيح. كل سنه احنا بتحصل. ما زال عندنا ازمتين، ازمه ضمير في اللي بيشتغل على السوق السوداء، وازمه استسلام المواطن اللي بيحصل ده، ان انا لو امتنعت ان انا اشتري من السوق السوداء هو مش هيلاقي حد يشتري منه. طيب هو امتنع، لو عنده ضمير ما مش هو هيعمل كده. المشكله كمان المواطن يعني بيبقى ملكوم. هو طبعا مش مبرر، بس ولكن حضرتك هو عايز يسافر، هو عايز يسافر، فبيضطر ان هو يشتري سوق سودا عشان يبقى يريح دماغه ويبقى ما يخلص من الموضوع. لكن لابد من اعاده هيكله تمام. المنظومه بيع التذاكر. التنمية المحلية بتعلن إقامة معارض لمستلزمات المدارس والعيد الأسبوع المقبل. كلف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية في حكومة تسيير الأعمال المحافظين بإقامة معارض لعرض مستلزمات عيد الأضحى المبارك والمدارس على مستوى عواصم المحافظات، وكذلك معارض في كافة المراكز والمدن والقرى الرئيسية، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل. تتضمن المعارض منتجات شباب المنتجين بالمحافظات ومنتجات مشروعات البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية اللي بيطلق عليها مشروعك في كل محافظة. أكد لبيب في بيان صادر عن الوزارة أنه يجري حاليا التنسيق مع المحافظات لإقامة معارض خاصة بمستلزمات المدارس لتلبية احتياجات المواطنين خلال العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في شهر سبتمبر الحالي بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق بحوالي 15%. هل بتعتقد أن مثل هذه المعارض ممكن أن تحل أزمة لدى أولياء الأمور؟ طبعا هي بالفعل. بص حضرتك، اي شيء اضافي موجود في كخدمي ده بيبقى راحه للمواطن وبيبقى سعيد بيها جدا. بمعنى يعني مثلا حصلت ازمه اللحوم، لما حضرتك الدوله بتضخ كميه لحوم مذبوحه في جمعيات الاستهلاكيه، فالناس بيقلل من الازمه. بيقلل من الازمه، فده يعني جهد محمود وحاجه كويسه، ولان الناس فيها المواطنين واسر الطلبه والتلاميذ اشتكوا من ارتفاع اسعار المستلزمات الدراسيه، بان القلم بقي اغلى، الادوات بقت اغلى خاصه، كل حاجه بقت غاليه، وكمان بالاضافه الخاصه اللي هي المدارس الخاصه بتطلب حاجات معينه بشكل معين، فبتبقى ليها اسعار معينه وبتاع. فلما حضرتك يتم زي ما الوزير بيقول ان في معارض هتبقى موجوده حاليا ويبقى فيها متوفر ده كله، ده بيبقى شيء كويس جدا جدا طبعا. لو 5% هيبقى فرق ما بين اي توفير فهو طبعا حاجه محترمه. الإفراج بالعفو عن 145 متهم من نزلاء السجون تنفيذا لقرار جمهوري. وافق وزير الداخلية على الإفراج بالعفو عن 58 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 87 سجينا. وقال بيان لوزارة الداخلية أن هذا القرار جاء تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 295 على 2015 الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم. عقدت مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال تلك اللجان إلى انطباق القرار على 58 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة. يمكن يعني احنا بنشوف الصور ليهم وهم خارجين بيبقى بالنسبة لهم طبعا دي فرحة. يعني حضرتك تخيلي هو مجرم ومتهم وارتكب جريمة معينة من الجرائم مختلفة وبياخد جزء من عقوبته. فهي بيبدأ هنا قصة الإفراج بقرار جمهوري هي مشجعة جدا لأي مسجون وسجين. بمعنى ان انا ليه هو بيفرج على مين؟ بيفرج على بالظبط حسن السير والسلوك. فبالتالي طول ما انا ملتزم في السجن باللوائح والتعليمات فبقصر مدتي. فده بيبقى يعني بدل ما انا مثلا محكوم على شخص ب7 سنين، فهو في مدة 5 سنين هيطلع ان هو ملتزم
طوال ال5 سنين ملتزم بالتعليمات، ملتزم باللوائح، بيقضي عقوبته وهو عنده سلام داخلي بان هو مش هيعمل حاجه تاني فيما بعد، فخلاص. يعني دي بتبقى زي منحه اولا من عند ربنا، ثانيا بيبقى طبعا الدوله والرئيس الجمهوريه ووزير الداخليه بيبداوا طبعا بعد فحص ملفاتهم ونوعيه جريمته وبالاضافه ومدى خطورتها مدى خطورتها وبالاضافه ل مدى سير وسلوك المتهم في داخل مسجنه. فدي حاجه محترمه ألف مبروك ليهم يعني مقدما. الله يبارك فيك. وزير التموين مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى نهاية الشهر الحالي. أصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بمد فترة الأوكازيون الصيفي حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي بدلا من انتهائه اليوم الأربعاء، وذلك حتى يشمل فترة عيد الأضحى المبارك ودخول المدارس والجامعات وزيادة حركة البيع والشراء بالأسواق. أكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن البيع والشراء بالأسواق في أحسن حال، وأكد أيضا على ضرورة حصول المواطنين على الفاتورة عند الشراء موضحا بها ثمن السلعة قبل التخفيض وبعد التخفيض. هل بتعتقد ان الاوكازيون هيفيد الناس واولياء الامور؟ احنا متفقين على شيء في الخبر اللي قبل السابق، ان اي تخفيض المواطن بيبقى سعيد جدا بحاجه زي كده. فدلوقتي طبعا اولياء الامور بيبداوا يشوفوا اي حاجه فيها انخفاض. ليه؟ لان احنا بسم الله ما شاء الله يعني اي بيت في احنا شعب استهلاكي من الدرجه الاولى. كان حاجه استهلاكي، احنا عندنا مثلا اقل بيت في طفلين او فردين بخلاف الزوج والزوجه، الاب والام. صحيح. فممكن تلاقي مثلا واحد عنده خمس اولاد وكلهم في المدارس وكلهم عايز يعلمهم، وهو ممكن يكون شغال شغلانه يعني بتمشي تمام يعني، فكل ما يقدر يدبر كل ما يبقى احسن. بالظبط. وكل شغلانه بسيطه، فكل ما يبدا في توفير. فالاوكازيون ده بيبقى حاجه لاي حد طبعا، حتى لو هو برده معاه فلوس. مفيد للمحلات؟ بيبقى القرار ده مفيد ليه؟ مفيد للمحلات، لان في الحاجات دي هتبقى مرتجعه. فهو لما يبيع هيخلص يصرف هيخلص اللي عنده، لان هو هيدخل في سيزون او موسم الشتاء، فيبقى عايز يجيب بضاعه جديده. المحلات نفسها هي اللي كمان بتعمل الكوزيون الصيفي ده. بالعكس، ده هو لما يطول الفتره المحلات بتبقى مبسوطه بحاجه زي كده. بيخرج الراكد اللي موجود، بيخرج الراكد طبعا. واي قرار زي ما قلت لحضرتك فيه تخفيض او فيه خدمه اضافيه، فدي بتبقى مبهجه للمواطنين. صحيح. كل سنه وانت طيب بمناسبه العيد. وحضرتك طيب، سعيد عليك ان شاء الله. وخلصت فقرتنا للاسف، الوقت عدى معاك سريعا. بشكر الاستاذ محمد ابراهيم الكاتب الصحفي باليوم السابع، شكرا ليك، شرفتنا. ولسه مستمرين معاكم بعد الفاصل مباشرة مع فقرتنا الثابتة مصر في عيون الغرب مع الأستاذ شريف عبد الحميد الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون العربية والخارجية مع الزميلة العزيزة أدا. والفقرة الثالثة والأخيرة هكون معاكم فيها إن شاء الله، وهتكلم فيها عن طريق النمور الآسيوية والتنمية وكيفية المضي في هذا الطريق مع دكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي. انتظروني في فقرتنا الثالثة والأخيرة.